دكتور تركي. حقيقة يا سيدي، أولا أنا أشكر قناة الحقيقة الدولية، قناة المحبين لهذا الوطن، وأنا أحد المحبين لهذا الوطن إن شاء الله يا سيدي. وأنتهز هذه الفرصة وأنا أتقدم من جلالة سيد البلاد بمناسبة قدوم الشهر الفضيل ونقول له كل عام وأنت بخير. سيدي، بالنسبة للعمل الميداني إلي أنا هو حقيقة متعة، لأن العمل الميداني أكون قد اطلعت على واقع الحال كما هو وليست كما هو خلينا نقول يأتيني على الورق. نعم. فمن هنا أتلمس حاجات المواطن دون أن يعلم من أنا. نعم. وبنفس الوقت على الخدمة اللي بيقدمها كادرنا الصحي سواء كان في المراكز الصحية أو في المستشفيات على واقعها وعلى حالها. نعم. حتى لو وجدت أي ملاحظة أو أي سلبية في نفس الوقت وفي نفس الموقف أقوم بتلافيها مع الكادر الموجود. وهذا العمل هو الأصل أن يكون، وهذا كله بجهود وتوجيهات معالي وزير الصحة وعطوفة أمين عام وزارة الصحة. فيا سيدي الحقيقة أنه العمل المكتبي بالنسبة لي أنا لست متعة. المتعة هو أن أكون بين المراجعين وبين موظفي وزارة الصحة في محافظة الزرقاء حتى نكون على تواصل واتصال واطلاع تام. هذا نقوم بهذا العمل حتى نستطيع أن نقدم أفضل ما لدينا من خدمة من ناحية علاجية وتشخيصية وما يطلبه المراجع في مواقعنا المنتشرة في محافظة الزرقاء اللي زي ما بتعرف إنها شاسعة المساحة، وهذا يتطلب جهد مضاعف حقيقة. وأنا على دوم، يعني ما في يوم تقريبا أروح بيتي، هذا لما أروح قبل الساعة 7 مساء. بارك الله فيك دكتور. إذن وسام الحقيقة الدولية لهذا اليوم للدكتور تركي الخرابشة مدير صحة محافظة الزرقاء، له ولكافة زملائه العاملين معه. شكرا جزيلا دكتور وبارك الله فيك وفي جهودك. شكرا. وأنا أشكركم يا سيدي مرة أخرى، أشكركم جزيل الشكر على هذا الذي أعتز فيه. الله يطول عمرك. احنا دائما دكتور نقول أن الحقيقة الدولية، يعني هناك من يقول انتم فقط يا اخي تبحثون عن السلبيات. لا والله يا حبيبي، مو بس عن السلبيات، نحن نبحث عن السلبيات من اجل ان نقوم بالعمل على اظهار في الجانب الاخر اظهار العمل الحسن. يعني اخونا الدكتور تركي قام بعمل جيد، يقوم بعمل جيد، ما عندنا مشكلة انه نظهره ونقول له شكرا جزيلا لك وبارك الله فيك ونشد على ايده. لكن لو كان الدكتور تركي ما بيشتغل كان قلنا له يا دكتور انت ما بتشتغل، ما عندنا مشكلة، ما عندنا ضير. لكن احنا لا نركز فقط مثل ما بعض الاخوان بيتهمونا اننا نركز فقط على السلبيات، ابدا نركز على الايجابيات ايضا، ونحن نفتخر بكل الايجابيات اللي بيحققها اي مسؤول في بلدنا. دكتور تركي سيدي، حقيقة ليست مجاملة وليست دفاعا عن قناة الحقيقة الدولية، ولكن ما لمسته من متابعاتي لقناة الحقيقة الدولية بأنها قناة تستحق الشكر والتقدير، لأنها القناة تمتاز بقضيتين: أن تبرز الإيجابية وتعظمها وتنبه إلى السلبية، وهذا صحيح. عمل يجب أن يتقبله سواء كان المسؤول أو المواطن. نعم. حتى نتلافى السلبية، وأن لم يكن كذلك فإذا كيف نعرف وين في سلبية. صحيح. التنبيه السلبية ليست بمعنى أنه هذا شيء هجومي أو شيء أنه بنبحث عن السلبية، لا، احنا بنبحث عن السلبية حتى نتلافى السلبية ونتجاوزها. والقناة الحقيقة حقيقة أنها بتعظم الإيجابية وليست من دعاة إخفاء الإيجابية. بارك الله فيك. شكرا مرة أخرى للدكتور تركي الخرابشة مدير صحة محافظة الزرقاء. شكرا جزيلا دكتور، يعطيك العافية. الله يعافيك يا سيدي، وأشكرك مرة أخرى على كل طاقم قناة الحقيقة. بارك الله فيك، واجبنا هذا دكتور. شكرا.